تخيل تدخل عمارة في أسيوط وتسمع صوت بينادي باسمك رغم إنك لوحدك. الناس هناك بيقولوا المكان ده ملعون. كل اللي دخلوا قبل كده حصل له حاجة غريبة. من سنين بنت اسمها هدى ماتت في العمارة دي بطريقة محدش فهمها، ومن بعدها العمارة اتقفلت وبقت مهجورة. بس رامي شاب ما بيخافش، قرر يدخل ويشوف الحقيقة بنفسه. فتح الباب، لقى ريحة غريبة طلعت والهوا بقى تقيل كأن في حد بيتنفس جنبه. خطى خطوتين جوه وفجأة سمع صوت هادي بيهمس: رامي، رامي. اتجمد مكانه والباب اتقفل لوحده. الموبايل وقع. آخر حاجة اتصورت كانت بنت شعرها مبلول ووشها نص محروق، بتبصله وبتقوله: أنا لسه هنا. ومن يومها محدش شاف رامي. كل اللي يعدي بالليل قدام العمارة بيسمع نفس الصوت بينادي عليه.